هلعب معاك. انت تاني. هو انت اي حاجه فيها لعب تيجي على طول؟ ايوه. كده يا طب، سيب الصيع دول يهموني ويعملوا فيا كده. هو هرجان بقرص وزغد، هراني قرص. تبقى تجربة فيلم جنت الشياطين الذي أنتج عام 1999 تجربة متميزة وفريدة من نوعها. ورغم هذا تظل محتفظة بحيويتها وغرابتها وقدرتها على الإدهاش على المستوى العربي والعالمي. تجربة الفيلم الأبقف عند نميزها فهي تجربة مجنونة بل شديدة الجنون من الممثل محمود حميدة منتج للفيلم وممثل رغم أنفه ولإنقاذ الموقف. فهو إذا كان اختار أنه يكون منتج للفيلم عن قناعة ولم يكن يفكر في التمثيل فيه، فعرضوا على أحد كبار النجوم دور طبل الذي يظهر ميت طوال الفيلم، فلم يكلف نفسه بمجرد الرد فرفضه، ولإنقاذ الموقف تصدى محمود حميدة لأداء الدور بنفسه. ربما الممثل الذي لم يرد على محمود حميدة معه الحق، فكيف يمكن لممثل نجم كبير أن يؤدي دور ميت طوال الفيلم؟ فعلى رأي المثال فالسيء. ومع احترامنا للمثل فأن الممثل الذي تهرب من مجرد الرد لم يستطع طبعا تقدير فكرة الفيلم والدور وما يحمله من أبعاد فلسفية. فالناس ليسوا متساويين في فهم الحياة وفلسفة الموت. فمحمود حميدة مهتم بالفلسفة والتاريخ والأدب العالمي التي قادته لرواية البرازيلي خورخي أمادو التي تمت ترجمتها كذا مرة للعربية تحت عنوانين: الآول ميتتان لرجل واحد، والثاني الرجل الذي مات مرتين، والتي أسند الفيلم منها. كما أن المخرج البرازيلي سيرجيو ماسادو قدمها في فيلم بعنوان الذي يصرخ من الماء في 2010. يتناول الفيلم حكاية طبل البوهيمي الذي يموت في حانة، ويعتقد أصدقاؤه أنه يمازحهم أو أنه سكران ولا يعترفون بموته، فكيف يموت وهو الركن الأساسي في حياتهم البوهيمية؟ فيتعامل معه وكأنه حي ويصحبونه للمنزل ويسقونه الخمر. كل ذلك ولا تبدو من طبل سوى ابتسامة ساخرة كأنها تختصر الحياة والتعليق على كل ما يدور حوله. يتضح بعد موت طبل أنه من عائلة محترمة، وكان مثاليا في عمله وبيته، ليتم نقل جثمانه إلى بيته وأسرته لتبدأ ابنته سلوى كارولين خليل الإعداد للجنازة. لنبدأ في اكتشاف مقارنات تفرض نفسها. فطبل هو اسم مستعار اختاره منير رسمي عندما تمرد على حياته وطبقته الاجتماعية وانفصل عن أسرته واتجه لحياة البوهيمية. عرض الفيلم باختزال غير مخل مظاهر الزيف في أسرة منير، فالجنازة لا تمثل لها سوى الحفاظ على برستيج العائلة. وعند زيارة حبد لبلبة لأسرة طبل لإبلاغها بخبر الوفاة، تسأل نفسها عندما ترى صورة زوجة طبل منح البطراوي كيف استطاع طبل الحياة مع هذه المرأة. وفي المقابل نرى صدق وبساطة الحياة البوهيمية والمنتمين لها، وإن كانت الحياة عندهم لا تعني سوى اللحظة ولا أهمية إلى كيفية قضائها والاستمتاع بها. هناك أفكار متقاطعة تدور في ذهن سلوى، فرغم تمسكها بالشكليات تكشف عن اقتناعها ببعض أفكار والدها من وجود زيف في الأسرة، وأن طبل كان أب مثالي لها، وتواجه أمها بأنه كان زوجا مثاليا، وعلى الأم أن تناسي سنواته البوهيمية باعتبارها نزوة، وإن كانت سلوى تراها نزوة راهب أو قديس، لتواجه اتهاما طبيعيا من الأسرة بأنها مجنونة كأبيها. ورغم رفضها اسم طبل فإنها تردده مع نفسها بسعادة. وحين تكتشف الأسرة سرقة أصدقاء طبل الجثمان ترفض إبلاغ الشرطة، وتسأل: هل نبلغهم أن والدها خرج مع أصدقائه؟
ثم تواجه العائلة بأنهم فعلوا ما يجب عليهم لإعداد الجنازة، لكنه اختار أصدقائه. وتبدو مقتنعة أن جثة والدها لن تعود إليهم فتطلب بيع الصندوق، ثم تخطر في بالها فكرة الإبقاء على الصندوق لاستخدامه عند موت أحد أفراد العائلة. وتعبيرا عن تشاؤم العائلة من الفكرة، يفترض أحدهم أنها هي سلوى التي قد تموت وتستخدم الصندوق، فترد بفكرة قد تكون طوباوية بأنها لا تعتقد أنها ستموت في صندوق. يتضمن الفيلم بعض الرموز التي يجب أن نتوقف عندها، وهو اختيار اسم طبل. فالطبل هي آلة أيقاعية وترتبط لدى الفئات الشعبية بالرقص. ورموز الفيل والضفدع الذي أهداه أصدقاء طبل له عند زيارته، والضفدع تميمة للتفاؤل بالثروة والغنى، ورمز السيارة التي تبدو خردة تسير على إطارات، وأبوابها التي لا تصلح لتكون أبوابا، فيضطرون لخلعها ورميها في الصندوق الخلفي. وفي المشهد قبل الأخير لا يتمكن الأصدقاء الثلاثة من فتحها إلا بمشقة بالغة ومجهود كبير، وهم محبوسون داخل السيارة لفترة طويلة، مما يؤكد على بوهيمية الحياة عندهم وقضاء اللحظة كيفما تكون، لتتكرر الأعطال والمشاكل دون محاولة لإصلاح حقيقي. الفكرة سريالية قدمها الفيلم بشكل فانتازي، فالأصدقاء الثلاثة لا يثقون بفكرة موت صديقهم طبل، فقد تعودوا منه المزاح وعلى قناعة بأنه يمكنه فعل أي شيء رغم موته، فهم يسألونه عمن يختاره من بينهم ليكون صديقا لحب بعد وفاته، ويشاركونه اللعب والشراب، ويشكون بأن طبل دبر فكرة الموت لكي يعود إلى أسرته. كذلك تثق سلوى في قدرات أبيها رغم وفاته. وفي مشهد اجتماع العائلة بعد دخول أصدقائه لإلقاء نظرة الوداع عليه، وحين يرتفع صوت الضحك داخل الغرفة، تقول شقيقة منير طبل إنه يضحك بعد مجيء أصدقائه. مجتمع بوهيمي متكامل عاش فيه طبل 10 سنوات من عمره، مع شخصيات عديدة بينهم أصدقاؤه الثلاثة إضافة ل2 من الداعرات حب، لبلبة وشوقية صفوة، وتمارسان الدعارة مع مجموعة أخرى من الزميلات. وقد أعلن الحداد أسبوعا لموت طبل، كن الشبق يغلب حبة وشوقية، فتعودان سريعا للعمل حبا للأموال كما تقول حبة، ثم ممارسة الجنس للجنس في السيارة مع الأصدقاء الشباب، وبينهم طبل المبتسم سخرية في موته. أن الشخصية الأبرز في جنة الشياطين هي شخصية طبل التي اداها محمود حميدة، فإن جميع الممثلين كانوا على مستوى ممتاز من ناحية فهم الأدوار وحدود الحركة والقدرة على الأداء، سواء في الأجوار الطويلة أو القصيرة. وقدمت لبلبة دورا بديعا، قدمت فيه مشهدا من الصمت البليغ عندما أبلغتها شوقية خبر موت طبل. استمر المشهد 2:18 ثانية في إبداع تمثيلي لا يمكن نسيانه. ويتضمن نفس المشهد مونولوج صفوة غاية في الإبداع في تقطيع الجمل والنطق بها والتعبير عن مشاعرها عند رؤية طبل والتأكد من موته، وكيف شعرت بالخجل منه وقتها. ومن المشاهد المركبة مشهد سلوى مع جثمان أبيها حين رأته للمرة الأولى، وجعلتها ابتسامته تغرق في الضحك أو ضحك على ما الحقه بالأسرة من سخرية، ثم حين تجلس على مقعد يتحطم تحتها تنهمر في البكاء، ليس من ألم السقوط، ولكن من فقد أب كانت تعتقد بشكل أو آخر بصحة وجهة نظره في الحياة. يقدم الفيلم معالجة فانتازية تجنح بطبيعتها للخيال لفكرة سريالية، وهو ما خفف من حدة الموت وجعل من طبل ميتا خفيف الظل. وفي هذا الإطار يقوم المخرج بتحريك بسيط الطبل الميت، منها تحريك إصبع القدم وإخراج اللسان وبسط الخمر من فمه في وجه صديقه، ثم تغير حجم الابتسامة وسماعه يصدر صفيرا بفمه، وكلها تصب في تأكيد الشعور بقدرة طبل على فعل ما يشاء، وسماع ضحكته في المنزل عند زيارة أصدقائه. لكن في نهاية الفيلم يمن نطق المخرج الفيلم،
فيبدو الكادر مقلوبا في النفق، وفي نهاية النفق بقعة سوداء بالانتظار، بما يعني النهاية الحتمية للسيارة ومن فيها والموضوع كله. وربما لو استغنى المخرج عن هذا المشهد وجعل ضحك طبل مع موسيقى فتحي سلامة هي المشهد الختامي لكان الفيلم أكثر اتساقا، فليس من المعقول محاكمة الخيالية يعني غير المنطقية بالمنطق. لكن لا شك أن الفيلم واحد من أفضل ما قدمت السينما المصرية في تاريخها من حيث الموضوع والمعالجة والصورة باختصار شديد ودون ثرثرة في سيناريو مصطفى ذكري أو اللقطة بإشراف طارق التلمساني مديرا للتصوير، والمونتير خالد مرعي، ورؤية واعية للمخرج الراحل أسامة فوزي. أتمنى أن يكون تحليلنا لفيلم جنة الشياطين وصلت ليكم بالشكل الواضح لما يحتويه مضمون الفيلم، وعلى أمل بلقاء متجدد معكم. أتمنى لكم أوقاتا سعيدة مع مشاهدتكم لمحتوى القناة. وأي سؤال أو تعليق أكتبوا لنا أسفل الفيديو أو في قسم المنتدى بالقناة. وما تنسوش إظهار الإعجاب على الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل إشعار جديد نقوم بنشره في القناة. سلام.